سلام بنات. كنتمنى احوالكم تكون طيبه على خير والصحه ديالكم كذلك تكون على خير، ومرحبا بكم معايا من جديد في قناه صالون ومطبخ آية. اليوم غنشارك معكم فطائر بدقيق القمح فينو اللي كتجي هشيشه ورطبه، وكذلك اللي ممكن تحضروها للكوتي في واحد الوقت اللي وجيز وسريع، والاهم انها كتجي لذيذه. من قبل ما نبداو كما العاده كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك واللي لايك فضلا منكم وليس امرا. غندوزو المكونات على بركة الله في تحضير الفطائر ديال اليوم. بالنسبة للمكونات، مكونات اللي جد بسيطة واقتصادية اللي كنحتاجو فيها هنا 4 ديال الكؤوس ديال دقيق القمح فينو، أو ما يعرف ببعض الدول العربية بالسميد الناعم. عندي كذلك بيضة اللي الحجم ديالها كبير، كيس من خميرة الحلويات فئة 8 غرام. عندي كذلك ملعقة صغيرة ممسوحة ديال الملح، والملح كيبقى حسب الذوق. عندي كذلك ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة، ما تكونش عامرة بزاف، ممسوحة كذلك. عندي كأس ديال الحليب بارد، ملعقة كبيرة ديال خميرة العجين حبيبات، ثم الماء دافئ. غنذكر لكم الكمية اللي غنحتاج بالضبط ديال الماء دافئ. أول حاجة كنجيب الإناء اللي غنحضر فيه الفطائر، كنوضع فيه دقيق القمح فينو اللي مغربل مسبقا، 4 ديال الكؤوس بالضبط. كنضيف كذلك الملح، والملح كيبقى حسب الذوق، ثم ملعقه كبيره ديال السكر سنيده اللي كتكون ممسوحه، وملعقه كبيره مملوءه ديال خميره العجين حبيبات، ثم كيس خميره الحلويات فئه 8 غرام. كنمزج العناصر بالضرب اليدوي حتى كندخلها مع بعضياتها، ثم مباشره في هذه الاثناء كنضيف بيضه واحده، ثم كنمزج الكل. ثم مباشرة في هذه الأثناء كنجيب كأس ديال الحليب بارد بعبار كأس العنبة، ثم كنضيفو العناصر، ثم كنضربهم بالضرب اليدوي. من بعد ما مزجت الكل مباشرة في هذه الأثناء كنبدا نضيف الماء تدريجيا. كنضيف الكأس الأول بعبر كأس العنبة، ثم الكأس الثاني والكأس الثالث. بالنسبة للماء ضروري ما يكون دافئ، ثم كندخل العناصر بالضرب اليدوي، ولكن القوام هنا كنحصلوا عليه في الأول كيكون عاقد. وكنجيب كأس إلا ربع ديال الماء دافئ وكنحتفظ به جانبا. في حالة إلا احتاجيتو غنضيفو من بعد ما غنضرب الكل بالميكسور كما كتلاحظوا هنا عن قرب، أو ممكن كذلك توضعوا الخليط في الخلاط الكهربائي وتضربوه. من بعد ما كنضرب الكل جيدا، هنا القوام بقى عاقد، ثم كنحتاج لذاك الكأس الا ربع ديال الماء دافئ اللي احتفظت به جانبا، ثم كنضيفو. ممكن كذلك تضيفوا حتى نتوما نفس الكميه اللي ضفت ديال الماء، او اقل او اكثر حسب نوعيه الدقيق. من بعد ما ضربت الكل، هذا هو القوام اللي كنحصل عليه. كنزول هنا الميكسور كما كتلاحظوا، غنوريكم الشكل ديالو. كيكون قوام اللي ماشي خفيف وماشي عاقد بزاف، كيكون عاقد شويه على القوام ديال البغرير. ثم مباشره في هذه الاثناء كنجيب بلاستيك غذائي وكنغطي عليه وكنخليه يختمر مده 10 دقائق. من بعد ما خليت الخليط يختمر مده 10 دقائق كنزول عليه بلاستيك الغذائي في هذه الاثناء باش نوريكم الشكل ديالو. هنا ما غنسرعش لكم الفيديو باش نوريكم القوام اللي كنحصلوا عليه من بعد ما خلينا الخليط يختمر. كيكون الخليط بهذا الشكل، هذا كيكون عاقد. هنا كنخويه شويه من الهواء اللي تكون فيه في الوسط، وفي نفس الوقت كنوريكم الشكل ديالو عن قرب. ضروري ما نحصلوا على خليط بهذا الشكل هذا. وكذلك الوقت اللي عطيتكم 10 دقائق بالضبط اللي كتخليو فيها الخليط يختمر، ما تفوتوش ليه الوقت اكثر. ثم مباشره في هذه الاثناء غندوز لمرحله الطهي. كنجيب الخليط اللي حضرت وكنجيب مقلاة الحجم ديالها صغير، ثم كنجيب قليل من الزبده وكندهن المقلاة اللي وضعتها على نار اللي هي متوسطه، ثم كنجيب مقدار ديال مغرفه وربع حسب المقلاة اللي عندي وكنوضعها فوق المقلاة. ثم كنخلي الفطيره حتى كتحمر وتشد في راسها شويه من اسفل، وكتبقى ما طيباش لينا من فوق كما كتلاحظوا هنا عن قرب. ثم كنوضع قليل من الزيت النباتيه وكنقلبها. كما كتلاحظوا اللون ديالها من اسفل كيكون لون ذهبي بهذا الشكل هذا. من بعد ما زولتها وطابت خاص يكون الشكل ديالها من بعد ما كنزولوها من اسفل كيكون بهذا الشكل هذا، كيكون ذهبي. غنقرب لكم اكثر من بعد ما غنوضع الفطيره الثانيه. كنجيب المقلاة اللي كندهنها بقليل من الزبده، ثم كنوضع المقدار ديال الخليط كما كتلاحظوا، ودائما المقدار كيبقى حسب المقلاة اللي عندكم. من بعد ما كتحمر شويه من اسفل كنجيب قليل من الزيت النباتيه وكنوضعها من فوق كما كتلاحظوا. كتوضع لنا ثقوب اللي هي خفيفه، ثم كنقلبها. من بعد ما كنقلبها كما كتلاحظوا كنجيب سباتيل ثم كنقلبها. هنا كنقرب لكم اكثر الشكل، ثم كنزولها. كنجيب كذلك وحده اخرى كندهن المقلاة. كنبقى مستمره بنفس الطريقه كنطيبهم من اسفل حتى كيتحمروا.
ثم كنوضع قليل من الزيت النباتيه من فوق الفطيره، ثم كنقلبها تكمل الطياب ديالها. كذلك بالنسبه للسمك ديالهم، قد ما كان متوسط كيكون احسن، ما خصوش يكون رقيق بزاف وما يكونوش غلاظ بزاف. من بعد ما كملتهم في الطياب، هذه هي الكميه اللي تعطاتني، كميه اللي هي لا باس بها. رافقتهم كذلك بالعسل، اللون اللي كيجي ذهبي رائع. حنا اللي كنتحكموا في الطياب ديالهم، النار اللي كتكون متوسطه باش يجيونا طيبين من فوق ومن اسفل، وكذلك حتى من الداخل. كما كتلاحظوا هنا كنقرب لكم واحده عن قرب باش تلاحظوا الشكل اكثر. الشكل ديالهم اللي كيجي رائع، كيجيو اسفنجيين، كيجيو رطبين. كنتمنى فعلا هاد الفطائر تجربوهم لانهم كيجيو روعه في المذاق. ممكن تحضروهم بالكوتي، وكذلك ممكن ترافقوهم بالفرomاج او الجبن او العسل او كونفيتير، راه كيجيو رائعين في المذاق ديالهم، وكذلك كيجيو هشاش ورطبين. الصوره كتوضح لكم الكل. كنتمنى فعلا تجربوهم لان سريعين في التحضير وكيجيو هائلين. كنتمنى الفيديو اللي شاركت معكم اليوم ديال الفطائر تجربوهم، ولا جربتوهم ردوا عليا في التعليقات. وكذلك الا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. وشكرا لكم، مع السلامه، الى فيديو اخر بإذن الله.